هاي مهران. هاي. ازيك؟ ازيك؟ معاك ويسبر بوك، في حاجات عنك وهنلعب كتير وفي اسئله هنختبرك فيها. ابدا يلا. باول كتاب. حاجات عنك مبدئيا، انت اكيل وعاشق للبتنجان. ممكن تقول لنا انت ازاي مش بتتخن ومحافظ على وزنك؟ انا فعلا قلت قبل كده انا بحب البتنجان جدا. محافظ على وزني، مش باكل في اي مره اكل كتير، يعني بوزع الوجبات عليهم. يعني يمكن ده وساعات بتمرن وساعات بوقف. يعني ما بتروحش الجيم خالص؟ بروح، ما انا ساعات بتمرن وساعات بوقف وساعات بتسحل في رياضات غير الجيم. يعني في تنس اتسحلت شويه، في كروكيه اتسحلت، في سباحه اتسحلت، في بوكسنج. يعني كل شويه بروح كده رياضه وازهق منها واروح حاجه تانية. اكتر اكله بتاكلها ومش بتقاومها ابدا؟ جبنه وبطيخ. بحبها جدا. اشتغلت في محل موبايلات واشتغلت كمان صحفي. اشتغلت ايه تاني؟ مبدئيا ما فيش شغل عيب يعني خالص، اي شغل يعني. اشتغلت في محل ملابس فترة وانا بدرس في المعهد. اشتغلت في تركيب الازاز. بس مش عارف، ساعات بحس ان لما بتقول حاجات دلوقتي كأنك بتقول انا شقيت وانا عملت، بس هي ما حاجات. هو شقه فعلا. والله لا، ده عادي يعني. هو مش شقة، هو المفروض ده العادي. يعني ده العادي انك تكافح وتشتغل هنا وهنا وهنا، مش انك بتقول ده عشان تدعي الكفاح. يعني فما بحبش ما بقتش احب اتكلم في الحاجات دي بس أوي. اشتغلتهم انت فتره المعهد صح؟ قبل فترة الثانوي، وفي حاجات في فترة المعهد، والصحافة بعد المعهد. طب بما انك اشتغلت صحفي، ممكن تتوقع منشات يتكتب عنك بعد سنة من دلوقتي؟ معرفش ايه صيغة المنشات اللي تتكتب، بس يكون معناها ان الناس والجمهور مبسوط بعمل انا قدمته يعني. او ده مش جايزه تاخدها مثلا يحصل على الاوسكار؟ والله الاوسكار كمان سنه، لا مش توقع في محله يعني. لو عايز الاوسكار محتاجه يعني، الله اعلم، كل حاجه بايد ربنا. بس يعني اتمنى ان الناس تتبسط باي عمل بقدمه. يعني انت زوج مثالي، شكرا. ومتفاهم، شكرا. ممكن تقول لي على حاجتين بتخلي الجواز مثالي وحاجتين بينكدوا عيشه المتجوزين؟ التفاهم والصراحه. انك تبقى متفاهم وتبقى صريح، الاتنين دول شايفهم العمودين الرئيسيين يعني بتوع الجواز. الحاجتين اللي يخلوا الجواز بينكد، يعني حاجتين بينكدوا عيشه المتجوزين، هو عكس اللي انا قلته، يعني عدم الصراحه وعدم التفاهم. دول بينكدوا اكيد، يعني لما مبيبقاش في صراحه بين الطرفين وما بيبقاش في تفاهم. وفوق كل ده الموده والرحمه، يعني اللي ربنا امرنا بيها يعني ما بيننا وبين بعض يعني. طب ممكن الصراحه تجيب وجع الدماغ بين الزوجين، مش يبقى اللي لا، احسن؟ عمرها ما تجيب وجع الدماغ، بالعكس الكذب هو اللي يجيب وجع الدماغ، انما الصراحه والوضوح عمره ما يجيب وجع الدماغ يعني لو في قابلتك اي لو قابلتك مجال. معجبه كده وخدتك بالحضن وادتك بوسه، اه هتروح تقول انا قابلتني اه معجبه؟ هتقول؟ اه ايه ده عادي جامد جدا. قوي. لا والله ما لا. عنديش حاجه غلط يعني اعملها اداريها الحمد لله. والزن، الزن بتاع الزوجه. الزن، لا الزن ده ملوش علاج. ده ملوش علاج يعني. اللي بعد. جبت مرة هدية لمراتك وايت بورد، فعلا ده استرخاص ولا ايه؟ وقول لنا على اغرب هدية جات لك انت منها. لا ما كانتش استرخاص، كنا لسه في بداية العلاقة يعني، حتى قبل ما نتخطب. كنت عايز اعبر بحاجة رمزية اكتر، يعني ما كنتش عايز، ما كانتش خطيبتي ولا كانت مراتي، كانت صديقتي. كنت عايز ليها حاجة رمزية اكتر عشان كان عندها مشكلة في تنظيم الاشياء. قلت ان اديها وايت بورد تكتب عليها تنظم فيها اشيائها وشغلها. وقول لنا على اغرب هديه جات لك منها. لا والله ما فيش حاجه غريبه يعني، حقيقي مش فاكر حاجه غريبه عشان ما افتيش. فما فيش هديه غريبه، كلها هدايا كانت في محلها، ويعني هي بتركز يعني في فكره الهدايا يعني. فلا ما فيش هديه غريبه جات لي. بما انك اشتغلت في مسلسل المداح، قول لنا حاجه بتترعب منها، وهل عندك تخيل لشكل العفاريت؟ والله اقول لك حاجه غريبه شويه، ما عنديش حاجه غريبه عن الناس بتترعب منها، بالعكس. يمكن انا بحب نزول المقابر، يعني في اي دفنه او حاله وفاه ببادر ان انا انزل واوصل الناس يعني. فما بخافش من المقابر، ما بخافش من الاماكن الضلمه، ما بخافش من الصحراء. ساعات كنت بطلع الصحراء واقعد لحالي كده مثلا. ما عنديش الخوف، ما عندكش فوبيا يعني من حاجه؟ ما عنديش فوبيا من حاجه يعني خالص. وحتى في مسلسل المداح ما فيش موقف غريب حصل لي او اقول لك ده حصل ايه والكاميرا اتهزت وده لا. لوسي كانت بتقول كده.
طلعت قالت كده. ممكن هي كلها تجارب ناس. انا عن نفسي في تجربتي في الجزء الثالث او في الجزء الخامس ولا اي شيء غريب حصل لي، كان عادي، مسلسل مر بسلام زيه زي اي مسلسل. حلو. عندك تخيل بقى شكل العفريت؟ الصورة الذهنية اللي احنا شفناها في الكرتون، يعني عنده ديل وعنده قرون ومتفحم كده وبيطلع نور. لو عملنا سيرش عنك هنلاقي مكتوب ممثل مؤلف مخرج، ده صحيح؟ وقول لي ألفت وأخرجت إيه. أنا مخرج مسرح مش مخرج سينمائي أو تلفزيوني، حابب بس أوضح دي. مؤلف ألفت مسرح وألفت مسلسلات، ألفت لؤلؤ، باسورد، زي القمر، ألفت مسلسل اسمه غريبة قيد الإنتاج دلوقتي يعني. في أعمال كتير منهم بالتعاون مع ندى عبد الحفيظ يعني، شاركتني في الكتابة في أعمال يعني. وألفت مسرحية وانتد مطلوب عن رواية لروبرتو زوكو اللي كاتب رواية روبرتو زوكو، الكاتب اسمه برنارد ماري كورتاس، كاتب فرنسي. هي دي الاعمال اللي الفتها اللي شافت النور. في حاجه على السوشيال ميديا او على النت لما بنعمل سيرش عنك غلط وعايز تصححها دلوقتي؟ مراتي اسمها مي عبد الحفيظ مش مي عبد الحافظ. في ناس كتير كاتبين مي عبد الحافظ، فهي اسمها مي، ودي حاجه بتضايقها، فلو تصححوها صححوها دلوقتي يعني. هي مكتوب كده على ويكيبيديا فعلا. بس هي مي عبد الحفيظ مش عبد الحافظ، ودي حاجه بتضايقها يعني، فالنبي صححوها. وفي بعض الاعمال حتى مش فاكر اساميها ايه، مثلا الاقي خبر ان انا شاركت في العمل ده وانا ما شاركتش فيه اصلا ولا عملت اي حاجه. ففي اعمال نازله ليا انا ما عملتهاش. قول لنا حاجه ربيت زين عليها وصفه واخدها منك بالملي ونفسك يطلع ايه لما يكبر. والله في حاجات كتير. بحمد ربنا طبعا على نعمه الابن يعني، وبحمد ربنا على زين وعلى مي وعلى كل النعم اللي ربنا اداها لي في حياتي يعني. ربيت زين على الصراحه، ان هو مهما حصل موقف او حتى هو كان غلط يكون صريح معايا، يكون كريم مع الناس، ويكون شخص طيب. ويعني ايه لما يكون معاه ربنا رزقنا بخير لازم نساعد الناس. دي حاجات اعتقد ان انا زرعتها في زين وابتديت اشوفها، لان هو دلوقتي واحنا في وقت تصوير الحلقه 5 سنين، فابتدت الحاجات دي تبان يعني. صفه واخدها منك بالملي الهدوء. زين مش طفل شقي قوي يعني، زين طفل هادي ومتامل، فدي اعتقد ان هو واخدها مني يعني. هنلاقيه ما يكبر في الصحراء برضه. وخدته معايا. خدته معايا وهو صغير كده؟ خدته معايا قبل كده سينا في طلعت صحراء كده والله العظيم. انبسط وهو كان جدا انبسط. في مكان اسمه حمام فرعون. لا تمام، بنتعامل. لا اكيد الاب ما عندوش فوبيا من حاجه. في مكان اسمه حمام فرعون هو جه معايا فيه. حمام فرعون ده مغاره جوه جبل يعني، جه معايا فيها، قعد عند اول المغاره، لان المغاره من جوه فيها مياه كبريتيه بتبقى زي ساونا يعني كده طبيعيه. فجه عند اول المغاره، بس جه الجبل معايا يعني، والصحراء تعامل عادي جدا. انا حابب اوديه العالم ده اكتر من عالم الساحل، مع عدم اعتراضي على عالم الساحل يعني، بس انا بختار له اكتر الطبيعه، انه يشوف الطبيعه يعني. نفسك يطلع لما يكبر اللي هو يختاره، ما نفسيش حاجه معينه. ما عنديش تخيل ان انت تبقى فين، ما عنديش توقع ان انت تعمل ايه، عشان ما يحصلش انه خالف توقع عندي فاتضايق. عايزه انسان كويس يعرف يختار، فهو لما يبقى انسان كويس عارف يختار، فيختار الحاجه اللي تتناسب مع رغباته يعني. بما انك عملت فيلم جريء هو اثار عائليه، اولا انت مع ولا ضد السينما اللي ما فيهاش بوس؟ ثانيا ايه موضوع جريء تاني نفسك تعمله؟ انا مع ضد السينما اللي ما فيهاش. انا عملت فيلم اسمه بلاش تبوسني باي ذا واي يعني، كان بيتكلم عن البوس في السينما المصريه وعن اختفائه في السينما المصريه. انت بتسالني سؤال اجابته في فيلم. اجابته خلاص انت مع البوس. مش مع البوس او ضد البوس يعني، هو ما تتقالش كده يعني. هو يمكن ده سؤال اللي هو تطلع منه منشات. لا السؤال ثعباني صح زي ما انت قلت. لا بس لا مش مع ولا ضد البوس. ان انا مع، وحتى كلمه سينما نظيفه دي ده معنى كانك بتوصف ان في سينما قذره يعني، في سينما نظيفه وفي سينما، بس لا انا مش مع ده. انا مع الفيلم الجيد. الفيلم الجيد ده انت ما بتقولش ده فيه بوسه ولا ما فيهوش بوسه، في حضن ولا ما فيهوش حضن. فيلم حلو، فيلم تتبسط بيه. الفيلم اللي تتبسط بيه ايه متطلباته تتعمل، ايا كان بقى بوس بقى حضان، يتعمل كويس وخلاص. يبقى يعني انا ما كنتش بتضايق مثلا في الافلام الابيض واسود فاتن حمامه ولا من هند رستم او من كل البطلات اللي كانوا فاتوا وما اعتقدش ان اهالينا اتضايقوا. انا كنت بتفرج على الافلام دي مع اهالينا يعني، وانت كمان، واعتقد كل الناس شافت الافلام دي مع اهلها في البيت. ما كانتش حاجه قميئه، مع ان في افلام تانية ممكن تشوفها لا فيها بوس ولا حضن، بس في واحده ما طالعه لبس مش يعني يخليك تشمئز، فاهم قصدي؟ انا بقى ضد ده. ايه موضوع جريء نفسك تاني تعمله؟ والله انا يمكن كنت قلتها لك قبل كده، بس معلش خليني اقولها تاني. انا ما عنديش طموح كبير حاليا
شخصيه او موضوع انا عايز اطرحه، قد ما حاليا انا عندي طموح في بعض الصناع انا نفسي اشتغل معاهم. ده حاليا وانت بتكلمني دلوقتي ده اللي انا عايز اروح له دلوقتي، ان في صناع بعينهم انا عايز اشتغل معاهم، لان بشوف ان هم بيطرحوا الموضوع بتاعهم والاعمال بتاعتهم بشكل جديد وبشكل مختلف، وبيطلعوا ممثلين بشكل مختلف. فيمكن ده الاحتياج الاكتر. هقول لك عايز اقدم اهم موضوع واجرأ موضوع، بس مع مين؟ ما انا مش هعمله لوحدي يعني، في مؤلف ومخرج ومصور ومنتج وعناصر كتير قوي. فامنيتي ان انا اشتغل مع صناع بعينهم يعني. قول لنا حاجه اكتشفتها في حماده هلال، نيللي كريم، ياسمين رئيس، بسنت شوقي. حماده هلال اطيب ما يكون، اللي بجد حقيقي مش بتدعي طيبه ولا بيدعي يعني ان هو انسان خلوق يعني. مش عارف اقول لك ايه، بس مش عارف ده صح احكيه ولا لا. بس هو مثلا حماده لقيته في مره كده ياخد جنبي كده وراح يصلي كده مع نفسه، فاتبسطت ان والله طب ما انت نجم هو كبير وعارف ربنا الحاجات دي حلوه يعني. طبعا مش بقول ان اللي بيصلي كل واحد حر في الاول وفي الاخر، بس بقول لك ده حاجه بسطتني يعني. نيللي كريم جدعه قوي يعني. عمري ما انسى في حياتي وانا ما عملتش اي حاجه، كنت صفر، ما عنديش اي عمل درامي، وكنت في استوديو مصر ورايح كاستنج مسلسل ذات، وكل ما احمله في الحياه هو مشهد من مسرحيه عملتها في المعهد ومتصوره على اللابتوب. كنت جاي انا واتنين كمان عشان مترشحين لدور امجد ابن ذات. استاذه نيللي كريم كانت مخلصه مشهد، وحاليا صديق كان مساعد مخرج وقتها ومخرج دلوقتي اسمه محمد عبد السلام. محمد عبد السلام اخدني وداني الاستاذه نيللي كريم، ومشكوره يعني فتحت لها اللابتوب وشافت المشهد بتاع المسرحيه بتاعتي، قالت لي انت ممثل شاطر، انت اللي هتعمل الشخصيه يعني. فموقف زي ده مع حد ولا حاجه، كل السي في بتاعه لابتوب ومشهد من مسرحيه، ان حد نجم زي نيللي كريم يديك اهتمام ووقت ويشوف المشهد ويدعمك وكل الكلام ده دي حاجه عمري ما انساها في حياتي. ياسمين رئيس ممثله شاطره قوي، بس دي حاجه مش سر يعني، دي حاجه معروفه. لو انا استمتعت بالشغل معاها في بلاش تبوسني. بسنت شوقي حاجه الناس ما تعرفهاش، في اسرار عائليه ده كان اول تجربه ليا في السينما وتاني تجربه ليا عموما يعني بعد ذات. كانت بسنت تقريبا ده كان اول دور ليها، انا مش متاكد من المعلومه، بس هي كان وقتها بتجتهد جدا جدا وبتحضر كورسات للتمثيل وورش، وكانت في نفس الوقت بتشتغل في الريل استيت، فكانت بتيجي التصوير ببدله وانا بستغرب انت بتيجي ببدله؟ بتقول انا بشتغل في عقارات وعندي ورشه تمثيل وباجي اصور. فلا بسنت كافحت يعني. اهبد ما يهمكش، بما انك بتحب الطبخ والافلام القديمه هنعمل لك اختبار على السريع عن الاكل والافلام. لو مش عارف اهبد ما يهمكش. مهدي يغششك الاجابه. ماشي يا مهدي، قول لي اصل الاكلات دي. جبنا الفيتا فيتو كورليوني. عارف فيتو كورليوني؟ لا طبعا، ايه اللي انت قلته ده؟ مش اهبد ده ما يهمكش. فيتو كورليوني انت كده اللي بتغششني. مين فيتا كورليوني ده؟ كورليوني ده دي بلد ولا حاجه؟ لا ده حاجه في فيلم جاد فاذر. ايوه. طب الفيتا، الجبنه الفيتا بقى في منين؟ انهي بلد؟ اصلها ما هو ده السؤال. فيتنام. لا مش فيتنام خالص. مش انت قلت اهبد؟ ايوه طب فكر. جبنا الفيتا. ايوه فيتا يوناني. صح، برافو عليك. كشري مغربي، بس هي اكله صوفيه. اكله صوفيه، هي من بعيد خالص، من بلد بعيد. من بلد ايران؟ لا يعني مش هناك كده. ايه؟ بلد بيعبدوا البقر هناك. هندي؟ هند. المندي يمن. ايوه صح، يمن. برافو عليك يا شاطر والله شاطر. البلد اللي اخترعت الساندوتش ايطاليا. صح، برافو عليك. ده انا عارفها. ايه الجمال ده؟ اذكر 3 افلام على اسم اكل. حد بقى فيلم بطولة هنيدي. سمك لبن تمر هندي. بلطيه العايمه. صح، بلطيه بتتاكل ممكن. بلطيه بلطي. بلطي. فول الصين العظيم. ايوه صح. فول الصين العظيم صح. فيلم بطولة منى شلبي ومنى زكي عن العيش والهوا. برافو. حلو، لا ده جامد اهو. معنا ميفي ومن اي بلد؟ فرنسا اعتقد. صح. فرنسا. أيوة. صح. طبقات. 1000 طبق. 1000 طبق. 1000 طبق. اوكي ماشي. مين مخرج فيلم سيكو سيكو وعمر مهندس؟ يلا نلعب دلوقتي. هقول لك على شويه مواقف بتحصل بين الاب وابنه وتقول لي مع ولا ضد وليه. عادي الابن ينادي ابوه باسمه يعني لما عايزين يكبر كده عادي قشطه. اصحاب. في ناس بتشوفها قله احترام. انا ما بشوفهاش كده، بشوفها يعني انا في طريقتي، كل واحد ليه طريقه. انا بشوف ان احنا اصحاب يعني. من حق الولد يصاحب بنت ومش من حق البنت تصاحب ولد. من حق الولد والبنت ان هم يعرفوا بعض. ماشي اوكي. ده اجابتي. مع ولا ضد ان بعد سن 18 الولد يعيش لوحده؟ مع، لو قادر ان هو
يستقل بنفسه ويشيل مسؤوليه نفسه. ضد لا ليه؟ ما احنا لكن لو هيسافر، ما انا معلش انا بس عايز افهم السؤال. لو هيسافر او البنت هتسافر او الولد هيسافر يدرس بره، بنت او ولد اكيد يعيش لوحده، انا مش هسيب حياتي واروح اعيش معاه. لو في نفس البلد، لو في نفس البلد عايز تعيش لوحدك، ليه؟ اهله قصروا معاه في ايه؟ مع ولا ضد قطع المصروف بعد ما ابنك يشتغل؟ مع جدا، مع لانه لازم يعتمد على نفسه ويعرف قيمه الشغل وقيمه الفلوس اللي هو بيجيبها، وعشان يعرف يكون مسؤول. مع ولا ضد ان الولد حر يتجوز البنت اللي عايزها حتى لو الاب مش موافق؟ مع الولد يتجوز البنت اللي هو عايزها والبنت تتجوز الولد اللي هو عايزه، طالما هو ده اختياره وهو قادر على تحمل مسؤوليه هذا الاختيار. حتى لو انت مش موافق على الاختيار؟ هو اختياره، دي حياته، دي حياتها. مهران انت شرفتنا ونورتنا النهارده. الله يخليك. ايه رايك في ويسبر بوك؟ عجبك؟ والله لا، لذيذ جدا، لذيذ جدا، واتفاجئت، ما كنتش اعرف الفورمات بصراحه، بس قلت يعني اتفاجئ جوه الموضوع. لا لذيذ والله. شكرا ليك يا مهران. عاملين مجهود حلو. باي باي. باي.